السلام، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت وياكم فيديو جديد من قناة العراق بتركيا. طبعا تاريخ اليوم يوم الاربعاء 16/11/2022. سعر صرف الدولار اليوم كل 100 دولار تساوي 1850 ليرة. اليوم اللحظة اللي ينتظرها كل المتابعين، كل الناس، وكل واحد هي هاي يتمناها. شلون نقول احنا؟ طبعا جتنا رسالة من الجوتشي دارسي بخصوص الإقامة السياحية، وهسه رايحين. أنا كمان مثل ما وعدتكم قلت لكم إن شاء الله بس تجيني الإقامة أصور لكم فيديو وأشوفكم الاستلام مالتها، وأشوفكم ايش قد طولت وايش قد. هسه كلها راح نحكي بيها هاي التفاصيل. خليكم ويا الفيديو. وهسه متجهين للبتتة القريبة علينا اللي هي صايرة بالمجدية. أنا انتظرت تقريبا على الإقامة، قدمت 8/9/2022 وهسه 16/11/2022. والفيديو اللي قدمت به موجود بالقناة، يعني هم انا صورت لكم فيديو داخل الدائرة مال التقديم مال الجوتشي دارسي، وشلون خطوة بخطوة شرحت لكم التفاصيل. موجود، اللي يريد يطب على الفيديو ويشوفه. خلينا نكمل. انتظرت من 8/9 لحد هسه 16/11/2022، يعني تقريبا صار شهرين و8 ايام بالضبط. اني بس انتظر. وهسه ان شاء الله رايحين. ذيك البتة صارت قدامنا. انا الواحد طبعا كنت ما موجود بالبيت، جتني البتة على الموظفة، جتني على البيت، فاني ما موجود. فقالوا باكر ان شاء الله تعالوا خذوها من البتة. رحت لهم بنفس اليوم، ما قالوا ماكو، تعالوا على باكر. فهسه ان شاء الله راح اروح ونشوف ان شاء الله موجودة، وان شاء الله نستلمها. خليكم ويا الفيديو وباقي التفاصيل. هاي هنا وصلنا للبتة، بس شوية صاير عليها ازدحام، لازم نلزم سرعة ونظل واقفين. هاي هنا وصلنا، وهاي الازدحام صاير. هاي كلهم فواتير وكلهم شو اسمه. مع العلم انه اكو واحد هناك يعني يسدد فواتير، بس ما اعرف ليش الا على البتة. اتمنى من كل واحد يشاهد الفيديو يضغط لايك ويشترك بالقناة. طبعا انا ما دا اعتبر نفسي دا اتعب لكم، دا اعتبر اتعب لنفسي، بس التشجيع مالتكم يخليني ان شاء الله انزل لكم اكثر وانزل لكم فيديوهات احلى واحسن. اشترك بالقناة وخلي لايك. وهاي بعد ما زلنا واقفين بالسرة. طبعا الحمد لله انا طلعنا واحد صاحنا وفوتنا بدون كل شيء. عبرنا الازدحام. بس نشوفكم. طبعا هسه هنا اعطينا الرقم اللي جاينا، يطلبون الجواز همين. طبعا خبر مؤسف. طبينا جوا وشوفناهم الرقم اللي جاينا، وقال الكملك مالتكم ما موجود هنا بهاي البتة، يجيكم الظهر على البيت. فاني هسه راح اوقف الفيديو، خما اظل من الساعة ب3 الساعة 2 من الساعة ب3 ان شاء الله ارجع اكمل لكم الفيديو. ومن يجيني الكملك هم اكمل لكم بقايا الفيديو تدللون. هاي هنا جابوا هذا السندي، ما ادري برتقال، بس برتقال مبين من الصرة، وعندهم ذاك النوعية الثانية. بس الكيلو مالته خلينا نشوفكم 19 ليرة 20 ليرة تقريبا. هاي بطريقي انا دا اتمشى، قلت خلي اشوفكم البرتقال. هذا هنا مطعم جديد درى يفتح مال مقاص، يعني الطافوق دونر يسموهم هنا. يعني الطافوق هو الدجاج، والدونر يعني يفتر، دجاج يفتر ما يسموه. بس شوفوا لي هذا المنظر منه. هي صاير هنا في وهناك شمس، بس ما يخالف، يعني ما عليكم بالجو البرودة والفي والشمس. بس شوفوا لي ذيك البنايات شلون صايرة. اللي اوقف شوي واشوفكم اياها اوضح. هذا هنا الخريف صاير، بس يم هاي الشجرة وايش قد ما قاعد بالقاع. با شوف صاير هذا. وهسه هنا وصلنا على البيت، وان شاء الله الساعة ب3 نكمل لكم الفيديو. خليكم منتظرين ولا تطلعون من الفيديو. ها
مع السلامة مؤقت. يابا رجعنا لكم، صارت الساعة مو ب3، صارت الساعة ب4. الموعد اللي اعطوني اياه ظليت منتظر بيه بالبيت، ما حد جاني، فجيت للبتة مرة ثانية والحمد لله والشكر طلعت الإقامة جاية عندهم وهسه استلمناها. واخيرا استلمنا الإقامة السياحية. طبعا هاي بعد عناء طويل وانتظار 2 و8 ايام. قلت لكم اني ذكرت بالفيديو اللي قبل هذا بدأوا يوزعون، والحمد لله يعني ما ظل يومين هيك تقريبا واستلمت الإقامة. وصلنا لهنا نهاية الفيديو. صح الفيديو شوية قصير، تقريبا صار 6 دقائق او 7 دقائق، بس بيه شي مفيد. انتظروني فيديوهات جديدة ان شاء الله، راح اقدم لكم يعني ضامن لكم مثل المفاجأة اعتبروها، وما راح اقولها هسه، خلي انتم بالفيديو شوفوها ان شاء الله خير. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله عجبكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس يوصلكم كل جديد. انتظرونا فيديوهات جديدة من قناة العراقي بتركيا. مع السلامة. طبعا صعد هنا شوي اعذروني، خلونا لايك واشتراك. مع السلامة. طبعا اخوانك وشغلة كلش مهمة نسيت اقولها، طبعا انا ما تحملت، فتحت الاقامة بالشارع. هاي شنو هاي يا ستار؟ المدة اللي اعطوني اياها اعطونا سنة والحمد لله والشكر. هسه كل دا يسلمون على سنة ان شاء الله.